السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. أبطال أولى ثانوي دفعة 2025 مكملين نحل مع بعض كتاب سنة إن شاء الله امتحانات المحافظات، ووصلنا للمحافظة رقم 6 محافظة البحيرة. نركز بقى معايا كده. بيقول لي بلوشن نوت اونلي. هنا مش بغض النظر يعني ايه بلوشن نوت اونلي، ليس فقط ان هو بيعرض حياتنا او صحتنا تمام للخطر، ولكنه ايضا بيدمرها. يبقى اقول له ايه؟ اندينجر يعرض للخطر، او دامج اور هيلث بيدمر صحتنا، ولكن ايضا ايه؟ بيدمر البيئة او بيؤذي البيئة. في الجمعية الخيرية الفقراء لوكت افتر بيعتنى بيهم، وهيلبت فور مجانا. فكنا بنقولها مجانا يعني ايه؟ فور فري مجانا، او فور نو ماني. فور نو ماني يبقى برضك مجانا. السؤال التالت، فلاحين دايما بيحفروا فين؟ في قطعة الأرض. يبقى بلوت. جرافل ده الحصى تمام. بويتري ده الشعر. وكرانت ده صف العنب. I am tired أنا متعب because today's work عمل اليوم has been مجهد ضاغط. يبقى stressful. هنا سلمي معاون متعاون مفيد يعني careful حريص. السؤال الخامس taken for granted أمر مسلم بيه على طول، يبقى بدون شك، يبقى undoubtedly. does hit لها قافية مع ست، قافية هنا يبقى رايم. يبقى أقول له إيه؟ رايم. الأطفال should socialize يبقى عندهم اجتماعيات مع الآخرين عشان gain experience. socialize هنا بقى means معناها إيه؟ mix يختلطوا بالناس. يختلطوا بالناس يبقى إيه؟ mix with others. أمال suffered from بتعاني من مشاكل تخص الصحة. خلي بالك هنا مشاكل تخص الصحة أو صحية من غير الواي تبقى health problems. اما هيلث ديت تبقى ايه؟ تبقى صفة. البرنامج ده هو بيحمي الكمبيوتر ضد البرامج الخبيثة اللي احنا بنسميها مالوير والفيشنج اتاكس. اما هنا هاردوير اللي هي طبعا ايه؟ زي الماوس والسكرين والكيبورد وكل الحاجات دي. سوفت وير اللي هي البرامج، ومالوير برامج خبيثة. نوير لا مكان. جملة العشرة ما يجي يقول لك I have made up my mind يبقى كده اتخذ القرار. اتخذ القرار يبقى على طول شغل ايه؟ am او is او are going to زائد المصدر. while I مفروض was being، بس هنا ما شغلهاش بالشكل ده هو كفعل اساسي، فبعوض عنها بوز او وير حسب الفاعل. مفرد يبقى was، جمع يبقى وير. ما نشغلش ing being كفعل اساسي، خلي بالك. the last for 2 weeks we have prepared ادي دهوت مضارع تام. يبقى هنا the last 2 weeks يبقى ده على طول ده ايه؟ طول المدة الزمنية دهوت، فبقى ده شغل فور. he smokes he stopped 8 years ago إذا كان متعود يدخن، إذا هو لم يعد يدخن الآن. يبقى no longer مع فعل مضارع تديني used to عادة في الماضي، أو stopped الفعل ده في الماضي. I really regret this old car it has caused me a lot of trouble. يبقى أنا ندمان إن أنا اشتريتها. يبقى ندمان على شيء في الماضي ing. لو في شيء في المستقبل لسه ما حصلش او هيحصل يبقى تو مصدر. هنا اي ان جي لان الفعل ده في الماضي، حصل في الماضي. wonderful have you completed الريبورت يبقى ده مضارع تام، يعني سؤال يعبر عن السرعة والاندهاش. اخر السؤال هنا شغل already. this monument الاثر ده هوت هنا بنحسب له كده ان هو at least 5000 سنة old، يبقى is estimated يحصى او يعد او يقصى. المهم هنا شغل مضارع بسيط مجهول. ادي القطعة بتاعتنا تمام. اقرأها مرة واثنين وثلاثة، وادي مجهزين الإجابات. لو في أي حاجة نقدر نتواصل مع بعض عن طريق صندوق الوصف. بقية القطعة اهوت. الترجمة هنا اخترنا رقم د، برضو علمنا على الكلمات اللي هي مش في مكانها الصح. الترجمة الانجليش اخترنا رقم بي وعلمنا على الكلمات اللي هي مش في مكانها الصحيح. وادي اسئلة القصة، اقرأها مرة وثلاثة وارجع لفيديوهات القصة ان شاء الله تستفيد. خش على الامتحان التاني كده سريعا. محافظة المنيا، إدارة المنيا التعليمية. بيقول لي احنا نهينا التصميم دهوت اون تايم في الميعاد بالظبط، لأن احنا كنا نشطاء أو مجتهدين. بقول له هارد working وأقول له active. أمال إن active يبقى أنا كده كسول. unready يبقى أنا غير جاهز أو غير مستعد. وليزي يبقى أنا كسول، استحالة يعني أخلص مشروع فيه وأنا كل الصفات الوحشة دي. المعنى بتاع كلمة sustainable دائم مستدام، يبقى هو إيه؟ continuous مستمر، و renewable متجدد.
just as بتساوي while، يبقى الفعل دوت ماضي مستمر على طول، يبقى was playing مع المفرد. I think classical songs are حاجات مدهشة تسبب الدهشة، يبقى ing، اللي يسبب الصفة ing واللي يحس بالصفة ed. خلي بالك من الجزئية دي. I finished the exams so I am really happy I am ايه اللي يعبرنا عن السعادة هنا؟ over the moon. خلي بالك من التعبير بتاع over the moon، يبقى أنا سعيد جدا very very happy. this patient المريض ده هو بيعاني، إذا محتاج liver transplant جراحة. جراحة يبقى على طول surgery، نقول عليها إيه؟ surgery، نقل كبد. تمام. transplant surgery جراحة نقل أعضاء. he to see a dentist as he had هنا في الماضي كان عنده ألم في الأسنان، يبقى أقول له إيه؟ أراد أن، يبقى wanted، يبقى أنا عايز فعل في الماضي، ما عنديش حتى غير wanted في كل الأفعال دي. in my perfect daily routine، في الروتين اليومي الممتاز اللي أنا بعمل إيه؟ I go running، يبقى على طول go، أنا هنا مضارع بسيط فبنشغل go running أو go من ضمن الأفعال اللي بيجي بعدها الفعل ing. he doesn't paint the wall، ما لونش الحيطة. it by him، يبقى معناها ان هي ما تلونتش. عاوز اقول لك حول الفعل دهوت لمضارع بسيط مجهول ومنفي، يبقى اقول له isn't painted، يبقى له isn't ايه painted. هانا buys silver from، بتشتري الفضة من الجواهرجي وبتستخدمه to make beautiful bracelets، يبقى اقول له jeweler، jeweler اللي هو الجواهرجي. he finished الفيديو جيم on the PlayStation he is really، ده شخص ايه؟ ماهر شاطر، يبقى skilled ذو مهارة. I have worked in this factory، ده مضارع تام اهوت have worked. my graduation party ده اسم، يبقى على طول ده شغل مين؟ شغل since. ال instructions are very easy، تعليمات سهلة them، وانا هشرحها لك، يبقى انا كده عرض مساعدة هقول له will explain. this man has spoken for a long، بقى يتكلم بقاله كتير. we need to عايز ناخد بقى ايه؟ اخد دور في الكلام، يبقى كله بنقول له take turns، يتبادل الادوار، يبقى take turns يتبادل الادوار. he has all the latest، عنده احدث التكنولوجيا فبنقول عليها the latest technology، عنده بقى تابلت وعنده سمارت فون وكل الحاجات دي. غادة finish the whole report لوحدها، لوحدك كنا بنقول له on صفة ملكية في النص. تمام. يبقى اقول له on her own، يبقى معناها لوحدي او الشخص ده بيعمل حاجة alone. ادي القطعة اقرأها مرة واثنين وثلاثة. بتكلم على ألاسكا بايب لاين، خط الأنابيب. اقرأ القطعة مرة واثنين وثلاثة، وادي الإجابات مجهزينها. لو في أي حاجة نقدر نتواصل مع بعض عن طريق صندوق الوصف. الترجمة برضك هنا خلصنا أو اشتغلنا على الجملة الأولى، علمنا على الكلمات اللي هي في حاجات طبعا ناقصة وفي حاجات المفروض تنكتب مش كاتبها، يبقى كده الجملة غلط. وادي الترجمة الجملة الإنجليش برضك علمنا على رقم دي، وعلمنا على الكلمات اللي هي مش في مكانها الصح. وادي القصة والتوبك عايز نتكلم على ادفانتج وديس ادفانتج بتاع مودرن تكنولوجي. اوكي. وهنرجع بقى كده مع بعض نشوف الجزء بتاع الترجمة اللي هو موجود في بيج 318 برضك سريعا كده. ماشي، ركز معايا، ثبت بقى كده الفيديو وشوف القطع بتاعتك. احنا معلمين على الكلمات ومعلمين على الإجابات، قارن الجمل ببعضيها وإن شاء الله تستفيد من الجزء ده هو برضك عشان تعرف ازاي بشتغل على الترجمة وايه الفروقات ما بين كل جملة والتانية. تمام. ثبت الفيديو بتاعك واقرأ الجمل بتاعتك ومعلمين على الكلمات والجمل اللي هي صح. الجزء اللي بعد كده ادي برضك الصفحة اللي بعدها 320، الجزء اللي هو ترجمة الانجليش 321، وادي بقية الصفحة. طبعا في الجملة الرابعة اخترنا رقم B، في الجملة الخامسة اخترنا رقم A، وفي الجملة رقم 3 اخترنا C، وفي الجملة رقم 2 اخترنا A. اوكي. البيج اللي بعديها 322، قارن الإجابات ببعضيها والجمل قدامك هي واضحة، وشوف ايه الكلمات اللي انا مقدرش اشغلها بالشكل ده، سواء كان مفرد او جمع او حرف جر
او كلمة السبيلنج بتاعها غلط او واخد معنى غلط. all the best، سامعنا في الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.